كم مرة كان في مشكلة بنحاول نحلها ونحاول نفكر في حلول كتير معقدة نقدر بيها نحل المشكلة اللي عندنا دي، وبعد مجهود كبير من التفكير والتجربة بنلاقي إن الحل كان أسهل بكتير من ما احنا كنا فاكرين، وإن أسهل حل اللي ما جاش في دماغنا من كتر سهولته هو الحل الصح، لدرجة إننا نحس إنه الحل الغلط. لو بيحصل لكم الموضوع ده يبقى اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا تفسيره العلمي المسمى بشفرة أوكام. ولو انتم اول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. شفرة أوكام هي واحدة من أهم المبادئ المنطقية اللي بتدخل في مجالات كتير زي علم الاقتصاد والفلك والفيزياء وحتى الرياضيات، ولكونها مبدأ متباين من علم المنطق بيخليها سهلة التطبيق في مجالات حياتية كتير. ففي علم الاقتصاد بتعتبر شفرة أوكام واحدة من أهم المبادئ الاقتصادية المعاصرة، واللي بتسمى في المجال ده بقانون البخل أو التوفير، واللي بتدعو لاستخدام أقل الوسائل تكلفة لتحقيق غاية اقتصادية معينة. وفي مجال الرياضيات مثلا بتدعو لتفضيل أقل البراهين تعقيدا عند تساوي البراهين في النتيجة ودرجة عموميتها. وفي الفيزياء والفلك بتدعو لتفضيل أقل تفسير تعقيدا لظاهرة طبيعية عند وجود عدة تفسيرات محتملة. ويعتبر الفيلسوف والراهب الفرنسيسكاني الإنجليزي ويليام أوكام هو أول من قدم هذا المبدأ عام 1285 ميلاديا، وكان بينص مبدأ أوكام على أن التعددية لا ينبغي أن تفرض دون ضرورة، أي أن الأولوية لأبسط وأقل تكلفة والأقل تشعبا بطبيعة الحال. في الحقيقة إن ويليام أوكام ما كانش هو أول واحد توصل للمبدأ ده، لأن قبله كان في رجل دين فرنسي استخدمها لتنفيذ بعض الكينونات الفلسفية في دفاعه عن اللاهوت المسيحي في وجه الفلسفة اليونانية، حيث نفى كينونات فلسفية كالعقل الواعي لأرسطو والعقل الفاعل وغيرهم بحجة إنهم غير ضروريين. وكذلك استخدمها جاليليو في دفاعه عن نموذجه الفلكي للسماوات. حتى نيوتن استخدمها في تفضيل الفرضية الأبسط على الفرضيات المنافسة، وعرفت طريقة نيوتن دي باسم سيف نيوتن الملتهب، حيث وصفها نيوتن بقوله: علينا أن نقبل فقط بالأسباب التي تكفي لتفسير جميع جوانب الظاهرة المدروسة. بس المبدأ اتعرف باسم أوكام لأنه استخدمها بنطاق أوسع وبتشدد أكتر لحد ما تسمى بشفرة أوكام. يعني على سبيل المثال كان بيعتقد أوكام بضرورة التخلي عن العلاقات بين الأشياء، وكان شايف إن مفيش ضرورة لمفهوم علاقة بين شيئين لأنها لا تختلف في الشيء المعني في النهاية. يعني علميا بنقدر نشرح الكلام ده بأن لو كان عندنا فرضيتين متنافستين بتعطيان التوقعات ذاتها، فعلينا أن نأخذ بالفرضية الأبسط. وتعتبر شفرة أوكام هي الأداة اللي طهرت الفيزياء من المفاهيم الميتافيزيقية الخارقة للطبيعة، أو بمعنى آخر فصلت بينهم تماما. ووجب ذكر نسخة رائد ميكانيكا الكم بول ديريك عن البساطة، حيث يقول أن الباحث العلمي في سعيه لإيجاد تفسيرات ونماذج علمية يجب أن يراعي متطلبات البساطة والجمال، واللي في أغلب الأحيان ليهم نفس المتطلبات، لكن في حالة التعارض بيجب الميل للجمال. وهنا وجب التوضيح أن الجمال اللي بيقصده بول ديريك هو القدرة على التفسير المعمم والكامل لمختلف جوانب المسألة المطروحة، وحين ذكر البساطة فكان بيقصد التخلي عن كل ما لا يلزم للوصول للحل. في النهاية فلازم نركز دايما ونعرف ان ممكن يكون الحل للمشكلة العويصة اللي بتواجهنا هو اسهل ما يكون، لدرجة اننا نحس انه غلط من كتر البساطة. ومش لازم نعقد الامور بدون داعي طالما في تفسير سهل نقدر نستند اليه، طالما هو صحيح وبيوصلنا لنفس النتيجة. قولوا لنا في الكومنتات اكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل.